السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما ان شاء الله. النهاردة بقى هنعمل كده روتين حلو في الريسبشن قبل بقى الشتا، كده كل يوم حاجة عشان يدخل علينا الشتا بقى ونفرش كده وبقى حاجتنا كلها نظيفة ومنظمة. قبل ما نبدأ نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونقول لحبايبنا اشتركوا في القناة واعملوا لايك وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الأحمر، اضغطي عليها يظهر لك الجرس، اضغطي على الكل عشان يوصل لك كل جديد. هنا بقى هنشيل الكفر بتاع الركنة وهغسله، وهمسح بقى المخدات والحاجات السندات بتاعة الركنة. انا قلت بقى كده فرصة، النهاردة الجو حلو بس ممكن تشتي فجأة برضو. مسحتهم وحطيتهم هنا في وش الشباك، بيجيب شمس وهوا جميل ما شاء الله. هشيلهم بقى وهمسحهم وهنضفهم. يلا بقى كده تشجعي معايا وقومي اعملي يلا، ما تكسليش بقى عشان اليومين دول مش مضمونين، ممكن الجو يشتي في اي لحظة. واللي عنده بقى يا جماعة اي زيادات اي حاجة طلعيها، في ناس محتاجة اي هدوم اي حاجة عندك طلعي الزيادة، ما تشيليش، على قد استعمالك وطلعي اللي ما انتش محتاجاه. هتاخدي اجر ان شاء الله. الكفر ده بقى هديله غسلة كده، وهفك بقى الركنة كده من بعضها وانضف تحتيها وامسحها. بيحافظ على الركنة ومخليها نظيفة ما شاء الله وجميلة. انا غسلها قريب برضو، بس لازم كده استقبال الشتا تحس ان الجو كده نضيف كله، كل حاجة عندك تكون منظمة. اكيد بيبقى فيها تراب تحت الكفر. هضيف بقى كده في المية اي شوية معطر عندك، اي دوني اي حاجة هيدي كده ريحة حلوة معايا. وما شاء الله بصي محافظة على الركنة من جوه نضيفة زي الفل ازاي، مش بيبقى فيها اي بقع ولا اي حاجة. همسح بقى الكنب ده بتاع الركنة مسحة حلوة كده، وهشيله بقى خالص واخد الكفرات اغسلها في الغسالة. يلا كل يوم حاجة كده اعمليها، ما انتش قادرة تعملي الشقة كلها مرة واحدة زي حالاتي كده. كل يوم بعملي لك أوضة كده وخلصي اللي وراكي بدري، جنب طبعا مذاكرة ولادك وشغلك. الشغل ما بيخلصش معانا طول النهار والله، ستات البيوت دول. يلا بقى اشيل كل ده على الغسالة كده. همسح بقى الحيطان والشبابيك.
الشباك بقى اللي على الشارع ده بيتبهدل خالص معايا، بدخل تراب على الركنة، فالكفر بقى بيحافظ عليها. يلا بقى مسحة حلوة كده بقى. همسح بقى كده بالفوطة بالمعطر، وهمسح اي تراب اي حاجة كده في الاركان بتاعتها. مسحتها كده بقى كلها كويس اهي ما شاء الله. بصي بقى كله فوق بعضه كده. هندي مسحة بقى كده للسندات دي. هي نضيفة ما فيهاش اي حاجة هي ما شاء الله. حطها بقى كده قدام الشباك عشان الجو برضو مش مضمون، ممكن اطلعهم فوق في البلكونة الجو يشتي عليهم. وكده بقى خلصتها معايا اهي ما شاء الله. هندي مسحة بقى كده للبلاط بشوية معطر. هسيبها بقى تتهوى، انا مش هفرشها النهارده، هسيبها بقى تتهوى كده عشان المسحاها يكون فيها اي ميه ولا حاجه، ومفتحه على الشبابيك والمروحه. الشباك ما شاء الله بيجيب شمس خالص. هسيبها بقى كده تتهوى، تاخد طول النهار ان شاء الله كده.
كمان مسحه بقى كده عشان البلاط يبقى ريحته حلوه، عشان البلاط بقى ما يطلعش معاكي ريحه زفاره كده. ساعات بيعمل ريحه زفاره، بتبقى الشرشوبه او الحاجه اللي معاكي مش مغسوله حلو. نقعها في شويه كلور كده بشويه ديتول، تدي ريحه جميله، تدي لمعه للبلاط. بصوا ما شاء الله كده راحت فله اهيت. خلصتها بقى كده ورصيتهم، ومش هفرشهم بقى النهارده، هسيبهم يتهووا عشان لسه الركنة عليها اثر ميه اهي من بعيد. مع السلامة بقى في فيديو جديد ان شاء الله. لايك بقى للفيديو